السلام عليكم، رمضان مبارك سعيد. اليوم غادي نقدم لكم وصفة الباستيشيو. اليكم المقادير. عندي هنايا صدر ديال الدجاج مقطع شرائح طويلة، كفتة ديال الديك الرومي، مكرونة مسلوقة وبطاطا اللي غادي نقليها. دابا غادي نشرم القطع الدجاج في التوابل، الملحة، البزار، الخرقوم، الثومه وشويه ديال الماء. غادي نحركها مزيان باش تشرب ليا المقادير. ومن بعد غادي نقلي البطاطا في زيت ساخن. المرحله المواليه هي غادي نشحر قطع الدجاج ديالي في المقلاة فيها الزيت، غنشحرها مزيان حتى تنشف من الماء ديالها. في نفس المقلاة غادي نحيد هذيك الدجاج، وفي نفس المقلاة غادي نضيف كفتة ديال صدر الديك الرومي. بطبيعه الحال غنضيف لها التوابل، اذا غنضيف لها التوابل، الملحه، البزار، التحميره، الخرقوم، الكمون، صلصه الصويا. وغادي نحرك مزيان وتوابل الدجاج، ونحرك مزيان نخليها تتشحر ونحطها على جنب. دابا غادي نوجد المقادير ديال الباستيشيو: صدر الدجاج والكفته ديال لاداند، المكرونه مسلوقه، بطاطا مقليه درت شويه ديال الملحه، الهوت دوغ، بيشاميل، جبن مبشور بنوعيه، موتزاريلا وشيدار. دابا غادي نبدا نوجد الباستيشيو ديالي في القالب اللي غندخل الفرن. وضعت البيشاميل، واحد الكميه ديال البيشاميل، نحاول نسرحها في القالب ونضيف طبقه ديال الفخيت، البطاطس المقليه، قطع ديال الدجاج، ومن بعد كفته ديال صدر الديك الرومي. ومن بعد غادي ندير طبقه ديال المكرونه اللي سلقتها بطبيعه الحال، ونضيف البيشاميل، واحد الكميه لا باس بها من البشاميل. نعاود ندير نفس الشيء، نفس الطبقات، البطاطس المقليه، ومن بعد صدر الدجاج، ومن بعد الكفته، ثم المكرونه فالبيشاميل. نحاول ندير طبقه بطبقه. ضفت هنايا قطع ديال الهوت دوغ، كيعطي واحد المذاق زوين، كيضيف واحد الاضافه زوينه للباستيشيو. من بعد درت البيشاميل، واخر طبقه ديال البطاطس المقليه، ومن بعد الدجاج، ونضيف الكفته، اخر كميه اللي بقات ليا ديال الكفته. من بعد غادي نضيف المكرونه، سلقتها في ماء مملح وصفيتها خليتها تبرد. ومن بعد درت الهوت دوغ، ممكن تضيفوا شويه ديال المعدنوس مفروم. دابا كندير البيشاميل، ومن بعد الطبقه ديال البيشاميل درت الجبن المبشور، موتزاريلا مع شيدار، خلطتهم. بطبيعه الحال سخنت الفران ديالي، كنحاول نرتب القطع ديال المكرونه الجوانب ديال القالب، وغندخل القالب ديالي الفرن الساخن، الفرن ديجا سخنته. نخلي الفرماج يذوب للفوق ونشعل من الفوق ومن التحت. الباستيشيو اصبح جاهز، غادي نقدمه ساخنا، يقدم ساخنا. شهية طيبة. نتمنى ان تعجبكم هذه الوصفة وتجربوها، لانها جات لذيذة بحال ديال المطاعم، يمكن احسن من ديال المطاعم. واحد البنة لذيذة، مذاقات مختلفة.